ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. زي ما تعودنا ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناه قبل ما نبدا الحلقه عشان يوصل لنا كل جديد. يلا بينا نبدا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. هنفتح النهارده صوره معانا من موقع الصور اللي احنا نزلناها الفيديو اللي فات، الرو. تمام. عندنا صوره هنا اوفر اكسبوجر، الاضاءه فيها زياده جدا. هنشوف لها حل ان احنا نعمل لها ايه على الفوتوشوب. يعني لو مثلا صادفك ان انت صورت صورة وطلعت كده معاك على الفوتوشوب، بس اهم حاجة ان انت تصور الصورة رو عشان تبدأ ان انت تعدلها على الفوتوشوب من غير اي ضرر، والصورة تبدأ تتظبط معاك. تمام. دي صورة رو متصورة بكانون 6 دي. تمام. بس مارك 1. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الإضاءة بتاعت الصورة عاملة ازاي. تمام. الاكسبوجر فيها عالي جدا والكونتراست يعني هي تعتبر ضايعة خالص. فاحنا هنيجي هنا هنعمل set to difficult. هترجع الصورة بتاعتنا زي ما انت كنت عايزها، يعني مش مفيش اي تعب ولا في اي حاجة. تمام. ما اتظبطتش معانا كده، هنبدأ ان احنا مثلا هنعمل زي ما كانت مفتوحة كده في الاول. هنبدأ نقلل الاكسبوجر. تمام. هنقلل الهايلايت. هنبدأ نشوف ايه الحاجة اللي احنا عندنا اوفر في الصورة ونبدأ نقللها. تمام. تمام. بالشكل ده. تمام. هي الصورة تقريبا معمول لها edit ونزل source يعني بالايديت بتاعه. تمام. فاحنا هنعمل ريسيت، هنبدأ نشتغل عليها عادي جدا. تمام. هنيجي هنا نختار الاعدادات بتاعتنا اللي احنا سيفناها قبل كده. هنلاقي الصورة بتاعتنا بقت يعني في حتة تانية بصراحة. هنفتح الصورة ندوس اوكي. الصورة بتاعتنا هتفتح بالشكل ده. كل اللي علينا ان احنا هنبدأ نظبط اللي احنا محتاجينه في الصورة. تمام. هنيجي هنا هنختار اخر سيلكت سيلكتيف كولر. تمام. اخر اختيار تحت خالص. تمام. هنيجي هنا هنشوف اللون الوايت ونبدأ نشوف تأثيره على الصورة. تمام. اليلو في اللون الأصفر هنخليه 30. تمام. نبدأ إن احنا ايه نشوف الصورة بتاعتنا محتاجة ايه واحنا نظبطه. تمام. هنيجي على لون السحاب أو السما بالشكل ده. هنبدأ نظبطه. تمام. الصورة بصراحة ألوانها جميلة جدا 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 جدا. طبعا يعني لو كانت متصورة اوفر اكسبوجر او اضاءة بتاعتها عالية جدا كانت الصورة ضاعت او باظت، فكان هيبقى يعني زعل رهيب جدا. فانت بعد ما تصور وما خدتش بالك مثلا الاضاءة عالية جدا وتيجي تروح تفتح الصورة تلاقيها بايظة، فانت اكيد هتزعل جدا. ف يعني بص كده بقى بعد ما اتظبطت بقى شكلها يعني تحفة فنية. تمام. فاحنا هنحاول ان احنا نظبط الالوان بتاعتنا عادي جدا بالشكل ده. هنيجي على اللون الاخضر وهنبدأ نظبطه. انا عايز افتح الاخضر شوية.
بالشكل ده. تمام. نيجي على الاصفر. بالشكل ده. تمام جدا. تمام. اللون الاحمر نظبطه برضو. تمام. نغمق هنا سيكا. هنيجي عند البلاك. نبص كده قبل وبعد، قبل وبعد، بخطوة بسيطة جدا جدا جدا. لعبة ألوان غيرت الصورة بشكل رهيب فظيع، بقت في حتة تانية خالص. تمام. يعني من الصورة كده لكده، من شكل عادي لشكل احترافي في أقل من 5 دقايق. ما أخدتش وقت معانا ولا عملت أي حاجة، ولا فيها تعب ولا في أي حاجة. كل اللي احنا عملناه إن احنا عدلنا شوية ألوان بس، مش أكتر. تمام. عايزين نغير لون السحاب أو نخليها فاتحة شوية أو غامقة شوية، هنرجع نعمل كده. تمام. بالشكل ده. عايزينها مدية على اللون ال- الفاتح، هنعمل كده. على الغامق هنخليها أزرق عادي. تمام. فيعني الموضوع بسيط جدا 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 جدا، أقل يعني مما تتخيل، ومحتاج تركيز بس مش أكتر. يعني أنت واحدة واحدة هتلاقي نفسك في فوتوشوب بقيت بتعمل شغل جامد جدا. تمام. وبس كده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.